سألت ستي ايه حكاية المثل اللي بيقول اللي ما يعرفش يقول عدس. ستي قالت لي هما الحقيقة حكايتين شبه بعض. حكاية بتقول إن زمان كان في تاجر عنده دكان أو محل بيبيع فيه مكرونة وفول ورز وعدس، وفي يوم التاجر دوت قرر إن هو يسافر عشان يجيب بضاعة للمحل، فطلب من زوجته إن هي تقف تبيع في المحل. ولما رجع من السفر اتفاجئ إن مراته بتخونه مع شاب كان شغال عنده، فلما جري وراه عشان يضربه الشاب خبط في شوال العدس، وقع شوية من العدس على الأرض. بعدها واحد زبون دخل عشان يشتري، فقال للراجل التاجر صاحب المحل ايه ده، هو انت ما عندكش رحمة ولا عندكش تسامح؟ عايز تضربه عشان شوية عدس وقعوا من الشوال غصب عنه؟ يعني هو ما يقصدش أصلا. فرد عليه التاجر اللي ما يعرفش يقول عدس. أما الحكاية التانية عن المثل فبتقول إن زمان كان في تاجر بيبيع رز وفول وعدس، وفي يوم دخل عليه حرامي وسرق الفلوس اللي في المحل، فلما التاجر جري ورا الحرامي خبط في شوال العدس فوقع العدس على الأرض. بعدها واحد دخل عشان يشتري لقى العدس واقع على الأرض، فقال للتاجر حرام عليك، عايز تضرب الشاب عشان شوية عدس وقعهم على الأرض؟ فرد عليه التاجر اللي ما يعرفش يقول عدس. ولما سألت ستي طب ايه الحكمة من المثل ده يا ستي؟ ستي قالت لي ان محدش يتكلم عن حاجة او حد طالما ما يعرفش الحقيقة. وبلغة شباب النهاردة يعني بلاش هبد وفتي في حاجة، طالما ما تعرفش يبقى تسكت خالص لحد ما تعرف الحقيقة. هو ده حكاية مثل اللي ما يعرفش يقول عدس. مع تحياتي، حكم وأمثال منال.